قبل اي حاجة هتصلي على سيدنا محمد في الكومنتات تحت. لما تشوف واحد قهوة بكمية الوش ده وواحد يعمل لك واحد قهوة بكمية الوش ده، حط 100 خط واوعى تشربها. بسبب قلة الاستيراد وبسبب وقف الاستيراد بقى عندنا ازمة كبيرة قوي في البن، والبن حاليا بقت بتسمع فيه اسعار خيالية، ويا ريتك بتلاقي طعم او جودة فيه. همثل لك مثال بسيط خالص بالصوت والصورة قدامك، اكن دي عبوة بن او باكو بن انا اشتريته من بره، ورحت عند اي عطار خدت منه الكيس ده. شوية الكربونات دول ب5 جنيه، مش عارف ازاي. رحت عند العطار قلت اجيب حاجه بسيطه لان هو كده كده هيترمى، فاعطيته 5 جنيه وقلت هيضحك عليا، وطلع الشويه دول كلهم ب5 جنيه. هنحط معلقه واحده بس على معيار البن اللي قدامك ده، وهنمكس كل الكلام ده ببعض. يعني انا عايز اقول لك اللي شويه البن اللي احنا حطيناهم في البرطمان اللي هم الاساسي دولت ارضى انواع البن، يعني المفروض ما يطلعليش وش خالص. بعد كده هنيجي نعمله واحد القهوه بتاعنا اللي هو الطبيعي. حطينا ال3 معالق وحطينا الميه بتاعتنا وتقليبه بره الرماله وتقليبه جوه الرماله. طبعا اللي بيحب القهوه قوي وكيف قهوه قوي ومزاج قهوه قوي لازم يشربها على الرماله، بيبقى ليها طعم تاني خالص. القهوه على طول مش هتاخد وقت على النار، هتصبها على مرتين زي ما هو واضح قدامك كده. بعد كده يا معلم ما تنساش تنزل تحت في الكومنت هتصلي على سيدنا محمد. في ناس هتقول لي برضك الكربوناتو ما بتضرش الجسم لان هي بتتحط برضك في الاكل، احب اقول له اللي الكافيين مع الكربوناتو بيخرب الدنيا وبيدمر الدنيا، واوعى تشربها.